ويمكن هو ده كمان اللي بيسبب فكره ازمه منتصف العمر. الصحاب دي حاجه من احسن الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها في حياتك. يمكن الموضوع ده دايما عندنا فيه لبس. عمرك فكرت ايه الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي وهتندم عليها لما تكبر؟ حياتنا عباره عن اختيارات، وكل واحد بيختار اللي هو شايفه صح بالنسبه له. اكيد في جزء كبير جدا من الاختيارات ده بيكون غلط، ودي حاجه طبيعيه جدا. في اختيارات احنا بنعرف فعلا ان احنا غلطنا فيها بعد مده قصيره، بس في اختيارات تانية احنا مش بنعرف قيمتها بجد غير متاخر قوي. صباح الفل او مساء الفل على حسب كده انت بتشوف الفيديو ده امتى. انا احمد البكل، ولو انت عايز تكون احسن عموما، تعرف حاجه جديده او تشوف حاجه جديده بنظره مختلفه، فاحب اقول لك ان انت في المكان الصح. اعمل لايك بقى علشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وتعالى كده معايا نشوف ايه اكتر 5 حاجات الناس بتندم عليها قبل ما تموت. يلا بينا. في كتاب كده 12 سنة 2011 لواحدة اسمها بروني وير. بروني وير دي كانت ممرضة استرالية، وقعدت اكتر من 8 سنين وهي بتراعي الناس قبل ما تموت، غالبا في اخر 12 اسبوع في حياتهم كده. فكانت دايما بتسالهم ايه الحاجات اللي هم ندموا عليها في حياتهم ان هم بقى ما عملوهاش او عملوها ايا كان ايه، وجمعت الاجابات دي كلها وحطيتهم كلهم في اكتر 5 حاجات الناس بيندموا عليها قبل ما يموتوا. ونشرت الكتاب ده في 2011 باسم توب 5 ريجريتس اوف ذا داينج، او اكتر 5 حاجات بنندم عليها قبل ما نموت. اول حاجه ويمكن اكتر حاجه الناس بتندم عليها قبل ما تموت هي فكره ان هم كانوا بيتمنوا ان هم يعيشوا الحياه الحقيقيه بالنسبه لهم اكتر من الحياه اللي الناس متوقعاها منهم. الحقيقه ان فعلا احنا كلنا بنسب متفاوته دايما بنعيش الحياه مش زي ما احنا عايزين، ده زي ما الناس هي اللي عايشه. دايما بنحط رغبات الناس والحاجات اللي هم بيتوقعوها مننا في حته عاليه جدا، يمكن اعلى بكتير من رغباتنا احنا الشخصيه والحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها. علشان كده دايما هتلاقي احلام كتيره جدا ما بتكملش، لان الشخص اللي بيحاول يحقق الحلم ده هو ده اصلا مش حلمه، ده حلم الناس اللي حواليه، سواء بقى كان ابوه امه اهله صحابه ايا كان هم مين. هم دايما شايفينه في مكان معين وهو بيحاول طول الوقت ان هو يفضل في المكان ده، مع ان ممكن المكان ده هو نفسه هو مش حابه وهو مش ده اللي هو عايز يعيشه. لحد ما الناس المحظوظه بيكتشفوا ان لا، مش ده المكان اللي انا عايز اكون فيه، انا عايز اكون في مكان تاني، او عايز اكون بشتغل شغلانه تانية، او عايز اكون بعمل حاجه تانية، لان مش دي الحياه اللي انا عايزها. ويمكن هو ده كمان اللي بيسبب فكره ازمه منتصف العمر، لان انت من اول ما اتولدت لحد ما اشتغلت، ويمكن حتى كمان بعد ما اشتغلت، انت دايما محطوط في تراك معين لازم تمشيه. لازم تخش المدرسه وتخلص المدرسه وتخش الجامعه، تخلص الجامعه وتشتغل بشهادتك، والشغل بيجيب شغل والكلام ده كله. فممكن تيجي على سن 40 45 سنه تلاقي هو ايه الحياه اللي انا عايشها دي؟ هو مين الشخص اللي عايش الحياه دي اصلا؟ لا دي كانت احلامي، ولا دي كانت اهدافي، ولا ده كان طموحي اصلا ان انا ابقى موجود هنا دلوقتي. ففي ناس كتيره في اللحظه دي بيبقوا عايزين يهربوا من كل حاجه هم وصلوا لها، او على الاقل بيبقوا في دماغهم عايزين يهربوا من كل حاجه هم وصلوا لها. ومن هنا بتظهر بقى الازمات بتاعت منتصف العمر اللي بنسمع عنها، ان في شخص ساب كل حاجه في حياته وهرب، راح بلد تانية او عمل حاجه تانية. كل الكلام ده بيكون نابع من فكره ان احنا دايما بنكون عايشين بناء على رغبات اللي حوالينا، او بناء على رغبه المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مش بناء على رغبتنا احنا والحاجات اللي احنا حاسينها. فمهم جدا كده تقف مع نفسك وقفه وتشوف هل فعلا الحياه اللي انت عايشها دي هي الحياه اللي انت عايزها، ولو مش هي ازاي تبدا تغير فيها ولو تغيير بسيط علشان توصل للحياه اللي انت عايزها دي. انا مش بقولك من دلوقتي اخرج عن المألوف وامشي وسيب الحاجه اللي انت فيها دلوقتي، لا، فكر كده مع نفسك بهدوء وشوف ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها علشان توصلك ان انت تعيش في الاخر شخص مبسوط وسعيد، وقبل ما تموت ما تندمش ان انت عشت حياه مش دي الحياه اللي انت كنت عايز تعيشها. تاني حاجه، الناس اتمنوا ان هم ما كانوش يشتغلوا بنفس القدر اللي هم اشتغلوا. انا عارف ان الموضوع ساعات ما بيبقاش بالرفاهيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، ويمكن ناس كتيره بتتكلم ان انت مش لازم تدي كل وقتك لشغلك ولازم تدي لنفسك وقت ولاهلك، ويمكن ساعات كتيره ما بتكونش انت قادر اصلا تاخد القرار ده، لان في الاخر انت بتشتغل عشان تجيب فلوس، والفلوس دي هي اللي معيشاك ومعيشه اهلك وبيتك وعارف تصرف عليهم كويس. فلو انت ما اشتغلتش بالقدر اللي انت بتشتغله دلوقتي ممكن الحاجات دي تاثر معاك بعد كده. فانا متفهم جدا فكره ان لا، الشغل ساعات كتيره بيكون مهم وضروري، وساعات ما بيبقاش في منه مفر ان انت ما تشتغلش وان انت ما عندكش الرفاهيه دي نفسها. بس في نفس الوقت فكر دايما ان انت الفلوس اللي بتجيبها والفلوس اللي بتعملها دي كلها هي في الاخر علشان تنبسط بيها، عشان تنبسط بيها مع اهلك ومع ولادك ومع ايا كان بقى الناس اللي انت عايش معاهم. فحاول على قد ما تقدر مهما كنت بتشتغل ومهما كنت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تشتغل اكتر عشان تجيب فلوس اكتر، عشان تعيش حياه مرتاحه اكتر، ان انت في النص كده تقدر تفصل من شغلك ده حتى لو لفترات صغيره. مش لازم طول الوقت تبقى انت بتضغط نفسك زياده عن اللزوم، لحد ما برضه هتيجي قبل ما تموت هتلاقي لا والله انا كان ممكن ما اشتغلش زي ما انا اشتغلت قوي، بس في نفس الوقت كنت هنبسط اكتر. فحاول كده ان انت تظبط السنس بتاعها شويه، ان انت ما تكونش بتشتغل بس ولا في نفس الوقت تاثر على مصاريف بيتك ومصاريف عيالك ومصاريف اهلك. فحاول كده زي ما بقول لك ايه،
تظبط السنس بتاعها. تالت حاجه الناس ندموا عليها قبل ما بيموتوا ان هم كانوا بيتمنوا ان هم يعبروا عن مشاعرهم اكتر من كده. يمكن الموضوع ده دايما عندنا فيه لبس، دايما بنبقى فاكرين ان المشاعر هي عباره عن ضعف، فما ينفعش ان احنا نعبر عن مشاعرنا قدام الناس عشان ما نبانش ضعاف قدام الناس دي، ونحاول على قد ما نقدر نكون جامدين ونستحمل اي موقف نعدي بيه. بس في الحقيقه كلنا بنعدي بالمواقف دي، وكلنا بنكون متضايقين في فتره ما، وطبيعي جدا ان انت تكون متضايق من حاجه حصلت لك، سواء بقى في الشغل او في الجامعه او في المدرسه او في اي كان المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي. فاكيد بيحصل حاجات بتضايقك، زي ما حصل حاجات بتضايقني، زي ما حصل حاجات لكل الناس بتضايقها. فما فيش اي مشكله ان انت تلاقي الشخص اللي انت تثق فيه وتروح تحكي له الحاجات اللي انت بتضايقك دي وتعبر عن مشاعرك. ممكن تبدا بشخص 2 على قد ما تقدر. كل ما تعبر عن مشاعرك اكتر كل ما انت بقيت حر كده من جواك ان انت تعمل حاجات احسن، وان انت تقدر تحل اي مشكله من المشاكل اللي عندك دي، حتى لو بالفضفضه. حتى لو انت فضفضت لشخص معين على مشكله عندك، صدقني بنسبه كبيره جدا هتلاقي الموضوع هادي وعرفت تاخد قرار احسن بعد كده. رابع حاجه الكتاب قالها ان الناس دي كانت ندمانه ان هم ما فضلوش دايما على علاقه كويسه مع صحابهم. الصحاب دي حاجه من احسن الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها في حياتك، لان هم في الاخر بالذات الصحاب الكويسين اللي بجد غالبا بيكونوا زي اخواتك كده، بس هم باختيارك. وساعات كتيره جدا بيكون في ناس انت فعلا بتحبها وناس كويسين جدا معاك وانت كويس معاهم، بس الحياه بتاخدكم عن بعض. تحاول على قد ما تقدر مهما الحياه خدتكم تفضل محافظ على البوند اللي بينكم ده، حتى لو بمكالمه تليفون. لو انت مش فاضي دلوقتي او مشغول، او اي حد فيكم عموما مشغول ومش عارفين تتقابلوا، ممكن بمكالمه تليفون بس تفضل محافظ على صحابك دول وعلى العلاقه اللي بينكم. ويا عم لما تفضوا ابقوا انزلوا تقابلوا، مش مشكله، بس المهم العلاقه دي نفسها وعلاقه الصحاب دي نفسها حاول على قد ما تقدر ان انت ما تخسرهاش. خامس ندم الناس ندموه قبل ما يموتوا هي فكره ان هم ما سابوش نفسهم يكونوا سعداء بالشكل اللي هم عايزينه. السعاده هنا بتختلف من شخص للتاني، وكل واحد بيبص للسعاده بمنظور مختلف عن الشخص التاني، بس المهم ان انت تسعى ان انت تكون سعيد بمنظورك انت يا عم. مش لازم يبقى منظور عالمي ولا حاجه، مش لازم تقعد تضحك طول الوقت ولا تسخسخ طول الوقت ولا الحاجات دي كلها. المهم ان انت تكون مبسوط وتسيب نفسك ان انت تنبسط. يعني شوف حاجات قديمه انت كنت بتحب تعملها زمان والدنيا خدتك وما بقتش بتعملها، انزل اعملها تاني، انزل انبسط، افرح، شوف ايه الحاجات اللي انت بتحبها وروح اعملها. وخليك متاكد ان السعاده دي هي مش خط مستقيم، انت مش هتفضل مبسوط كل يوم طول اليوم. هو الموضوع بيطلع وبينزل، وساعات الدنيا بتاخدنا وما بنبقاش قادرين ان احنا نبقى مبسوطين بسبب الضغوطات اللي في الدنيا عموما، بس ساعات تانية الدنيا بتبقى اسهل. فحاول في الايام دي تستغل الفرصه ان انت تنبسط بجد وتعمل حاجات بتحبها وتشوف حاجات انت بتحبها. لو بتحب مثلا السينما روح سينما، بتحب تلعب رياضه معينه روح العبها، بتحب تقابل صحابك وبتحب تقعد مع الناس روح اقعد معاهم واتكلم معاهم. سيب لنفسك دايما فرصه ان انت تكون مبسوط، عشان لما الحياه تضغطك يبقى عندك طاقه تقدر تستوعب بيها الحياه دي لحد ما يبقى عندك فتره تانية كده مريحه تنبسط بيها تاني. وخليك متاكد ان في الاخر السعاده دي اختيارك انت، فحاول دايما ان انت تختار ان انت تكون مبسوط. الحاجة اللي كلنا بنمتلكها هي الوقت. يمكن يكون في ناس عندها وقت اكتر من التاني في الحياة عموما، بس في الاخر كلنا بنمتلك الوقت، وطريقة استغلالنا للوقت ده هي اللي هتخلي يا اما عندنا حياة كلها ندم يا اما هتخلي عندنا حياة كلها سعادة. بايدينا احنا اللي نختار ازاي نستغل وقتنا بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا اي ندم بعد كده لما نموت. وفي الاخر ده اختيارنا احنا اللي احنا نقضي ازاي الوقت اللي احنا بنعيشه. ولو الوقت اللي انت شفت فيه الفيديو ده ما حسيتش كده ان انت ضيعت وقتك على الفاضي ولا حاجة، فما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشاركوا كده مع صحابك علشان يستفيدوا هم كمان. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش كمان تشوف الفيديو ده بتكلم فيه على طريقة اكل الضفدع. وما تقلقش مش اكل الضفدع ولا حاجة، دي طريقة كده في التايم مانجمنت عشان تنجز اكتر حاجة ممكنة في اقل وقت ممكن. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.